السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في مطبخ وتدابير ليندا. بما انه موسم تاع الجزر، والجزر دوكا يعني راهو ديسپونيبل وتاني بأثمان معقولة، قلت ندير لكم كريمة الجزر. راح تكون كريمية يعني حساء كريمي، بصح ما راحش تكون فيها ولا قطرة تاع كريمة. راح نديروها بطريقة شابة بزاف، بنينة ثقيلة كيما راكم تشوفوا، والبنة نضمنها لكم 100%. شوفوا الا كان عندكم ولادكم ما ياكلكمش الجزر ولا زرودية، ديروا لهم هاد الحساء، صدقوني غير راح يعجبهم، حيولي لكم ادمان. انا نضمن لكم هاد الشيء. وصفه سهله بسيطه، غير برطل يعني ولا 500 غرام برك تاع جزر، وحنا حضرنا احلى كريمه عرفتوها. راح نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبدا معكم. اول حاجه هنا جبنه طنجره ولا كوكوطه ولا شي اللي راح نحضر فيه هاد الحساء. عندي ملعقه كبيره تاع الزبده وشويه تاع الزيت، نحطهم فوق النار حتى ندوب معايا الزبده هذيك. من جهه واحده اخرى عندي هنا قلت لكم مرطل تاع جزر، وزن صافي بيان سور، بعد ما نقيته كامل وزنته، قطعته عشوائيا يعني دوائر ولا مكعبات كيما تحبوا. حطيتهم فوق هذيك الزبده والزيت تاعي ونقليهم جيدا كيما راكو تلاحظوا. من بعد نزيد عليهم توابل اللي هما الملح، فلفل اسود، زنجبيل، وتوابل الدجاج. هكذا خلطي مليح، حطي فوق النار وحمصيها ولا قليها مليح، شوفوا حتى تدخلها اطيب، يعني حتى تبدا تاخذ اللون هذاك الذهبي. تما نمرق عليها دوكا بما سخون، ولا ما كاش مرق دجاج يكون اكيد سخون تانيك كيما راكو تلاحظوا، لكم الاختيار. نحطها فوق النار حتى نطيب تماما، طيب تماما، يعني لا كوكو تغلقوا عليها ولا طنجره نفس الشيء. هكذا دوك هنا بعد ما طابت تماما كيما قلت لكم، لازم تطيب مليح هنا في هذه المرحله. جبت رحايا اليدويه ولا لامولينات، عندكم اشواق يكون مليح، اشيوها ديريكت في الاشواق كيما تحبوا. انا فضلت نديرها بالرحايا اليدويه باسكو هنايا في لابيريود اللي صورت انا هذا الفيديو كانت الزرديه مازالت شويه عاصيه، فيها هذاك الدخلاني مازال عاصي. بعد ما رحيتها تحصلت على هاد النتيجه اللي هي قدامكم. عاود ميكسيتها بالبغا ميكسو، بغات تعطيني هذاك الملمس الرطب هذاك وتجي يعني ليس. هكذا تحصلت على هاد النتيجه اللي راهي قدامكم. نحطها بالجيه ونروح نجيب طنجره واحده اخرى ولا كاسرونه ولا شي اللي راح نطلع عليها دوكا الحاسه. عندي ملعقه كبيره تاع زبده ذوبتها، وعندي هنا ربع كاس كبير تاع فرينه نحمصها جيدا. الكاس الكبير هذا تاع 250 مليلتر. نزيد عليهم دوكا هنايا كاس، نفس الكاس تاع حليب، من الاحسن يكون سخون ولا دافي باش ما يتبركسلناش لا بيشاميل تاعنا. من بعد زدت الكاس تاني وبيان سور فوق النار حتى تحصلت على هاد النتيجه. من بعد قلت لكم زدت الكاس الثاني، يعني درت 2 كيسان تاع الحليب بهذا الشكل، ونزيد عليهم مثلثين تاع الجبن. قلت لكم راح تجي بنينه بزاف، ما راحش تدموا عليها. هكذا كيما راكم تشوفوا ذوبت مليح هذاك الفرماج ديالي ولا الجبن تاعي. من بعد نزيد صفر بيضه تانيك ونخلط مليح باش ما طيبليش البيضه، ونعاود نرجعها فوق النار مع التحريك المستمر حتى تشوفوها ولات لي هكذا كيما راكم تلاحظوا. يعني نضمن بلي لا بيشاميل تاعي طابت ما فيها حتى مشكل. نزيد هذاك دوك الخليط الاولاني نخلطو مع هذيك لا بيشاميل تاعنا كيما راكو تشوفوا. تحصلت على هذه النتيجه الكريميه، بصح هنا كيما كنتو تشوفوا راهي ثقيله بزاف. دوك كاين ناس تفضل هكذا تخليها هكذا عادي، اللي ما تحبش تزيد تخففها بما سخون ولا بمرق الدجاج، يعني شي اللي مرقتي به مع الاول تكمليه به حتى تلحقي القوام لا كي حباتو. وتزيدي تضبطي الملح ديالك. انا الملح ديالي هنا كنت لقيتها باللي مخصوصه صافيك، زدت لها شويه. نرجعها للنار حتى تاخذ غليه مليحه وتكون جاهزه. شوفوا بنينه، قلت لكم بزاف ما تزيتيوش كامل. شوفوا القوام تاعها راهو قدامكم. انا فضلت نديرها بهذا القوام، نتوما تحبوها اتقل من هكذا اخف من هكذا الشيء يرجع لكم، بيسك بصح مادام سميناها كريمه وني اوبليجي نخلوها شويه ثقيله باش تتسمى كريمه. سبقنا ودرنا كريمات عديده ومازال ان شاء الله حنديروا كريمات عديده، يعني كل خضر وعنده الشام ديالو ولا البنه ديالو. هذه جربوها، يعني فريده من نوعها، ماشي كامل كيما الكريمات اللي فاتوا. ورجعوا للقناه تحوسوا على اي كريمه حتلقاوها، والى اللقاء مع وصفات اخرى ان شاء الله.